يا مساء السعادة عليكم حبايبي. ازيكم عاملين ايه؟ انا مش هطبخ ولا هعمل حاجة المرة دي. انا بوريكم حاجة ابني جابها لي، لان الدكتور كان مانعني من اي حاجة مقلية خالص. فطبعا انا صعبت على ابني ان انا اعيش على المسلوق بس، فراح جاب لي القلاية الهوائية دي بتستخدم في كل حاجة وبتوفر زيت بطريقة فظيعة. فحبيت أشارككم فرحتي بيها بصراحة. عملت فيها حاجات كتير جدا. أنا وريتكم دلوقتي إن أنا عملت فيها البطاطس المحمرة بفرشة زيت. عملت فيها البفتيك المحشي الملفوف برضو بفرشة زيت. الكفتة أهي برصها وبحطها وهديها لمعة زيت من على الوش كده، أو لمعة سمنة بلدي، أو ليا. هتطلع في منتهى الجمال وبقلبها على الوش التاني. بيتعمل فيها حاجات كتير جدا. السمك اللي كنت محرومة منه باكله مشوي على طول، كلت السمك المقلي بسببها. برضو السمك خد مني فرشتين زيت، يعني ما فيش اكتر من كده. شوف السمك بياخد زيت قد ايه في القلية، وبيبقى متعب في الهضم جدا. اهو ادي السمك اهو، اديت له يا دوب فرشتين زيت كده من على الوش، وبدخله بيقعد حوالي نص ساعة. واكتر حاجة هو السمك، انما الباقي كله ما بين 10 دقايق 10 دقايق وتطلعي وتقلبي على طول. بصوا السمك طالع لونه ايه، ذهبي في منتهى الجمال. هنعمل كمان فيها البطاطس المحشية، وهنعمل فيها البانيه. بصوا منظر البطاطس المحشية بقى، جميلة جميلة جميلة. ده بانيه كمان، عملت فيها رول بانيه كده محشي ولفيته. ده بانيه عادي. بصوا البانيه العادي بقى اللي اتعمل فيها اهوت. برضو بصوا البانيه بياخد مننا زيت قد ايه. بصوا فرشة زيت، يا دوب فرشة زيت كده على الوش وتدخليها وتعملي التايمر بتاعها. بتوفر لك زيت كتير، وفي نفس الوقت صحية جدا جدا في الأكل. ما بتحسيش بأي تعب من الأكل أو زيت. مفيدة وموفرة بصراحة وجميلة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا. ممكن تعملوا فيها الكيكة كمان والكب كيك، وفيها حاجات كتير جدا بتتعمل. اللي عجبه الفيديو بقى يحط لي لايك وشير ويشترك في قناتي للقلاية الهوائية العظيمة اللي نجدتني من الأكل المسلوق على طول. بصوا البانيه طالع منظره، شوفوا شكله عامل ازاي في منتهى الجمال. السلام عليكم.